ازيكم يا حبايب قلب ام لولي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا حبايب قلبي. وحشتوني كتير كتير. انا عارفه ان انا متاخره عليكم، وعارفه ان انا بقالي كام يوم ما بنزلش فيديوهات، بقالي كام يوم غايبه عنكم. بس بقى جيت لكم النهارده كده. انا طبعا رجعت بيتي بالسلامه بقالي يومين، بس يعني ما كنتش فاضيه بصراحه ان انا اصور وكده. وطبعا هقول لكم يعني انا ما كنتش فاضيه ليه، بس طبعا مع بدايه الفيديو كلنا بسرعه بسرعه هنجري على الكومنتات، نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. يا حبايب قلبي، اكتر كومنت بيبسطني واكتر كومنت بيسعدني من جوايا لما بنذكر النبي عليه افضل الصلاه والسلام في الكومنتات يا حبايب قلبي. طبعا مع بداية الفيديو بقى انا جاية بروتين بسيط كده في الأوضة، يعني هو مش روتين عميق قوي، بس هو روتين بسيط. بس انا حبيت اشارككم يومي، وطبعا اعرفكم انا بعمل ايه و... وليه كنت غايبة عنكم اليومين اللي فاتوا، لان طبعا ما بيبعدنيش عنكم غير الشديد القوي. وانتوا عارفين يعني انا لما بكون فاضية او ما ورايش حاجة انا بصور وبشارك كل يعني اليوم كله، وبشارك دنيتي. بس انا فعلا اليومين اللي فاتوا كانت لولي غايبة عن البيت. كانت عند جدتها اللي هي مامة باباها، يعني كانت لسه جاية من السفر، فراحت بقى عشان تسلم عليها وكده وتقعد معاها يومين. فطبعا انا غياب لولي بيأثر فيا جدا جدا يا جماعة، مش قادرة اقول لكم غيابها بيأثر فيا قد ايه. فطبعا ربنا يخلي لنا كلنا ولادنا، ويا رب ما يحرم ام من بنتها او من ابنها او من ولادها عامة، ويا رب يرزق اي واحدة بالذرية الصالحة يا رب. دعواتنا لكل واحدة مشتاقة، وكل واحدة نفسها ان يبقى ليها ضنا. يا رب ارزق كل مشتاق يا رب، يا رب ارزق كل مشتاق فعلا. انا فعلا لما هي ما بتبقى غايبة عني بقى، سواء عند جدتها مامة باباها او سواء عند مامتي او عند واحدة من اخواتي، لان لولي بتحب يا جماعة ان هي ايه مثلا بتشبط في اي حد، فاهمين؟ يعني مثلا بتشبط في خالتها يا مروحة، تشبط في جدتها اللي هي مامتي وهي مروحة، مثلا تبقى عندي ومروحة تشبط فيها. بتشبط مثلا في جدتها مامة باباها، هي كده يعني بتحب ان هي ايه تقعد هنا شوية هنا شوية كده يعني. هنا في اولاد بتلعب معاهم، هنا مثلا بتنزل تلعب تحت البيت، كده في كل مكان ليها حاجة مميزة بتحب تعملها. فطبعا هي الايام اللي فاتت انا طبعا كنت عند ام يوسف وكده، ولما رجعت البيت طبعا حماتي كانت يعني جت من السفر، كانت مسافره وجت بالسلامه. هتقولوا لي طب يا ام لولي، هتقولوا لي يا ام لولي طبعا اكيد وحشتكم الكلمه دي، هتقولوا لي يا ام لولي. هتقولوا لي ما روحتيش معاها ليه؟ اقول لكم ان انا ما روحتش بسبب ان جالها يعني لولي جالها القبول في المدرسه، وطبعا يعني جدتها في منطقة وانا في منطقة، فطبعا ان انا عشان جالي القبول ففي اجراءات لازم ان انا اخلصها في خلال ايام معينة. ما ينفعش ان الايام دي لو عدت خلاص بتروح عليها السنة. فطبعا انا يعني ما كانش ينفع ان انا روحت وسلمت عليها، وطبعا قلت لها الحمد لله على السلامة. بس ما كانش ينفع ان انا اقعد اليومين دول، لان طبعا في اجراءات. انا كل يوم والله العظيم يا حبايب قلبي انا يعني اليومين اللي فاتوا انا فعلا ما كنتش بنام. ليه بقى؟ لان انا مثلا يعني متعوده ان انا بنام متاخر شويه، مش بنام بدري، وطبعا بنزل بدري، فاهميني؟ فاللي هو ايه ما كنتش برضه ان انا انام يعني اروح في النوم قوي. كنت بنام شويه واقوم شويه، مثلا انام ربع ساعه واقوم، انام 10 دقايق واقوم، اللي هو ايه خايفه انام تروح عليا نومه. وانا المفروض يعني مثلا لما جه القبول لازم اروح المكتبه اطبع القبول، وبعد كده رحت المدرسة نفسها عشان اعرف بقى الورق اللي مطلوب. طبعا يعني رحت يوم وقالوا لي لا تعالي تاني يوم عشان تعرفي الطلبات. فطبعا برضو ايه صحيت تاني بدري النهاردة بقى، وقمت رايحة تاني، وعرفت طبعا الطلبات اللي مطلوبة والدنيا يعني اللي مطلوبة وكده. فطبعا انا اليومين دول والله العظيم مشغولة مشغولة بطريقة. فانا عايزاكم بقى تدعوا لي دعوة حلوة من قلبكم، تدعوا لي دعوة حلوة من قلبكم، لان هي داخلة بقى على مهمة كبيرة، داخلة على حاجة جديدة، داخلة على عالم جديد.
هي طبعا كانت بتنزل حضانة وكده، بس انتوا فاهمين عالم المدرسة بيبقى غير عالم الحضانة، بيبقى غير عالم مثلا الصحاب ولا ولاد العم ولا ولاد الخالة. لا، عالم المدرسة بيبقى عالم مفتوح، مكان كبير، وهي لسه صغيرة. بس ده شيء لابد منه، ان احنا نعلم اولادنا، وان احنا نخليهم مثقفين، وان احنا ندخلهم مدارس ايا كان ظروفنا. والله يا جماعة صدقوني، اي اب واي ام بيسمعوني، ايا كان ظروفكم، حاولوا حتة التعليم بالذات بلاش ان انتوا تأثروا فيه. فطبعا بقى عايزة كل متابعين العسلات اللي بيعلقوا لي تعليقات كويسة، طبعا سيبكم من الناس اللي بتعلق تعليقات مش كويسة، او انا بكلم الناس المحترمة اللي فوق راسي اللي بيعلقوا بطريقة كويسة، المتابعين المحترمين. عايزاكم كلكم كده في الكومنتات تجروا بسرعة زي ما هنصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. عايزاكم برضو في الكومنتات، انا طمعانه النهارده في حاجتين، ان احنا نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وطمعانه في ان انتوا تدعوا لي دعوه حلوه من قلبكم، لان هي طبعا جت النهارده وانا مبسوطه ان هي جت. انا لما بتغيب عني كام يوم ببقى في حاله صعبه جدا، وببقى نفسيتي تعبانه جدا جدا جدا، ويمكن ده كان سبب يعني سبب الغياب اللي هو السبب الرئيسي ان لولي بعيد عني. والسبب التاني ان انا طبعا مشغولة. بصوا يعني مش فاضية ان انا اعمل اي حاجة خالص. بس طبعا ايه يعني، حتى لو تلاحظوا على فكرة انا بوضب الأوضة بالليل يعني مش بالنهار. يعني بصوا الليل مليل، هو مش بالليل قوي يعني، كان بعد العشاء او قبل العشاء، لان انا طبعا رحت المشوار الصبح ورجعت بعد الظهر. استنيت لولي لما جت بالسلامة، قعدنا شوية مع بعض وبعد كده نمنا تاني، لان انا كان بقالي كام يوم ما بنامش وكنت محتاجة ان انا انام. وبرضه والله العظيم يعني ما نمتش برضه النوم اللي هو بتقل قوي، نمت شوية وقمت قايمة عشان اشوف اللي ورايا في البيت، اذا كنت اجهز غدا، اذا كنت هعمل حاجة، اذا كان في حاجة ورايا اعملها. فعايزة بقى كله في الكومنتات يدعي لولي دعوة حلوة، لان لولي داخلة عالم جديد، فربنا يوفقها، وعقبال يا رب ما اشوفها كده في احسن حال، عقبال ما كلكم تشوفوا اولادكم في احسن حال، وكل واحدة تتبسط بولادها، سواء بنتها او ولد او يعني ولد وبنت ايا كان. ربنا يسعدكم باولادكم، ربنا يبسطكم يا رب وتشوفوهم في احسن حال. وده طبعا كان فيديو بسيط كده يعني، وفي نفس الوقت قلت ادردش معاكم واحكي لكم اللي بيحصل معايا اليومين دول. ولسه يعني هعمل فيديوهات تانية، يعني ادعوا لي كده ان انا اقدر افضى واعمل لكم فيديوهات. بس طبعا بقى عشان خاطر عيون لولي وعشان خاطر المدرسة عايزين نوصل الفيديو ده لأعلى نسبة مشاهدة، عشان مدارس بقى، وانتوا ما أدراكم المدارس، مدارس مصاريف كده يعني، فنكبر بقى القناة كمان وكمان كده عشان الدنيا تتظبط معانا كمان وكمان. ويا رب بقى فيديو النهارده يكون عجبكم، انا عارفه ان هو بسيط جدا جدا، بس انا عارفه ان هو هيعجبكم، لان انا عارفه ان فيديوهات ام لولي بتعجب. كله يحط اللايك عشان خاطر لولي، رشة المعطر، ونشوف وشكوا على خير يا رب. باي باي يا حبايب قلبي.